اسمعوا يا أحبائي، الإنسان ليس مخيرا بالفطرة، ولكن الله هو الذي يشاء إن كان من المؤمنين أم لم يكن، فإن قدرة الله تغلب البشر كما السماء تغطي الأرض بعظمتها. أحبائي، يجب أن تعلموا أنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم ما لا تعلمون. والكائنات يا شيخ، لدي سؤال. ليس في مجلسنا مكان للأطفال، ولكن لا ضير، ينبغي إجابة السؤال. فليمضي الأمر على خير. يا شيخ، أيستطيع الله فعل ما يشاء؟ كل ما يشاء. أيمكنه تغيير ما هو موجود، كأن يجعل الليل نهارا؟ بالتأكيد، ولكن على ما تسأل؟ إنه كلام أطفال. قل لي يا شيخ، 2 زائد 2 يساوي كم؟ الكل يعلم. إذا أنا طفل لا أعلم. يساوي 4. إذا شاء الله يمكن أن تصبح 5. أجل. إذا يمكنه جعل المسلم ملحدا والكافر مسلما؟ طبعا بني، بلا شك. إذا فطالما كل شيء بيده ونحن لا خيار لنا، وطالما العابد والفاسق كل تحت إرادته، إذا لما أنتم مجتمعون؟ كل ما تعظون من جهاد وعمل وتعبد يكون بلا معنى. أوليس أفضل للناس أن يسلموا أعمالهم لله؟ ولكن قل لي يا بني، أي جاهل فاسد علمك هذه الأفكار؟ نحن لسنا مخيرين، لابد أنه الله. أمسكوا بهذا الولد، إنه أسير أفكار الشيطان، أمسكوا به، الحقوا به.